حركة نشيطة تعرفها العديد من مخازن الحبوب والأعلاف، خاصة بالمناطق المتاخمة لمواقع تربية الماشية. فهنا بمخزن عين كرمس وقفنا على مدى صيرورة عملية توزيع الشعير العلفي في أحسن الظروف. يعني في هذه المرحلة يعني الشتوية، خاصة هنا في المناطق هذه نتاعنا هنا مناطق الهضاب وعليا وين تشهد يعني برودة، ويعني ما كاش مراعي، هذا حاجة عامل طبيعي. يعني لازم تكون مرافقة للموال. حوالي 22 ألف قنطار هذه اللي وجهناها لتموين الموال. راه يتلقى المادة تاع الشعير تاعه بمجرد يعني يجي للمخازن. الموالون من جهتهم ثمنوا عملية توزيع الشعير العلفي، خاصة في هذه الفترة التي تقل فيها المراعي. دينا زرعنا لزويننا، نفعتنا الدولة تاعنا، نشكروها على كل حال، نشكر السلطات اللي نفعتنا بهذا الزرع ودينا فاني بسومارطية، والحمد لله والشكر لله. اليوم دا كانت تركيا ديت راها منظمة، الأمور هنا تمشي نورمال، ونشكروا أصحاب السياسات من الإدارة من فرندا حتى كرمس، كلشي راه منظم. الشعير راه متوفر الحمد لله، الناس راه تخدم، أصحاب الكمام يخدموا، ترونسبور خدام، هذه كل مجهودات الدولة. تسليم حصص الشعير العلفي تبقى مستمرة على الموالين، والتي ساهمت في خفض أسعار الأعلاف من جهة، وجاءت أيضا دعما للحفاظ على الثروة الحيوانية التي تمتاز بها ولاية تيارت.